السلام عليكم. كتير منكم عالميين ما يعرفش قصة اللاعب أحمد المحمدي، اللي هو أشهر محترف مصري ما خدش حقه في الإعلام المصري. هقول لكم على قصة اللاعب ده. في موسم 2004 في فريق غزل المحلة كان في لاعب اسمه أحمد المحمدي، كان بيلعب في فريق غزل المحلة، لاعب مميز، وكان بيلعب في الباك رايت اللي هو الظهير الأيمن. في موسم 2006 جاله عرض من نادي انبي ولعب بشكل اساسي وقدر ان هو يساهم في تسجيل الاهداف مع فريق انبي. في موسم 2010 2011 جاله عرض من نادي ساندرلاند على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد. اللاعب في موسم الاعارة ده قدر ان هو يثبت نفسه في التشكيل الاساسي ويشارك في اكبر عدد مباريات في الموسم ده. طبعا المسؤولين في نادي ساندرلاند في موسم الإعارة شافوا إن اللاعب شارك بشكل أساسي وشكل مستمر مع الفريق، فقدموا عرض رسمي بطلب انضمام اللاعب للفريق في موسم 2012. شارك في موسم 2012 في 60 مباراة مع فريق ساندرلاند، وظهر بشكل ممتاز في الدوري الانجليزي اللي هو البريمير ليج، ان هو الدوري القوي جدا اللي كل عارف ان هو دوري محتاج لعيبة من نوعية خاصة عشان تقدر تكون على قدر تحمل المسؤولية في الدوري ويكون عندها الاستمرارية. طبعا لعب مع فريق ساندرلاند موسم واحد وجاله عرض من فريق هال سيتي، وطبعا انتقل بشكل رسمي إلى فريق هال سيتي من موسم 2013 إلى موسم 2017. ده طبعا كان الإنجاز الكبير للاعب إن هو يستمر مع فريق هال سيتي كل المواسم دي، وكان بيلعب بشكل أساسي، وده طبعا كان حاجة جديدة على نوعية اللعيبة المصرية، وخصوصا إن هو لاعب مش جاي من نادي الأهلي ولا الزمالك، جاي من فريق إنبي، وفريق إنبي كان الفريق في الفترة دي صانع للنجوم. شارك مع هال سيتي في 217 مباراة، أحرز 12 هدف وشارك في صناعة 18 هدف. اختير ان هو افضل لاعب في موسم 2012 2013 اللي هو اول موسم ليه في فريق هال سيتي، اختير افضل لاعب في الموسم كله. في موسم 2017 جاله عرض من نادي استون فيلا وانتقل الى نادي استون فيلا، لعب مع استون فيلا موسم 2017 الى موسم 2021. لعب مع استون فيلا 129 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 17 هدف. مع منتخب مصر ساهم في فوز منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية 2008 و2010، وكان ساهم في فوز مصر بالبطولتين دول، وطبعا كان بيشارك بشكل أساسي، وده طبعا إنجاز كبير، وقدر اللاعب إن هو يضيف لحصيلته من الألقاب بطولتين أفريقيا مع منتخب مصر، وده طبعا شيء كبير بالنسبة للجيل اللي عاصر النجاح الكبير تحت قيادة المدرب الكبير حسن شحاتة.